أهلا بكم. اليوم رح نتكلم في مفهوم ممكن يغير نظرتنا تماماً لعقبات الحياة. الفكرة مستوحاة من تعاليم الأستاذ محمد حجازي ومن قصص حقيقية لناس شافوا تغيير جذري في حياتهم بفضل الله ثم هذه التوجيهات. سؤال مهم: هل مر على أحد منكم شعور إنه ملتزم بصلاته وعمرته وأذكاره، لكن مع كل هذا يحس كأنه حياته واقفة مكانها، كأنه في شي غلط؟ هذا الإحساس بالجمود والقلق اللي يعاني منه الكثير هو اللي رح نحاول نفهمه اليوم. طيب إيش هو السبب؟ ليش ممكن نحس إن دعواتنا ما توصل أو إن أبواب الخير مقفلة؟ رح نكتشف سوا منظور عميق جداً يكشف عن هذا الحاجز الخفي وعن المفتاح الحقيقي لفتح هذه الأبواب. حسب المصدر اللي نستعرضه اليوم، الحل غالباً ما يكون في إن نسوي عبادات أكثر؟ لا، بل في إزالة عقبة أساسية يمكن نكون غافلين عنها. الفكرة المحورية والأساسية هي هذه: ذنوبنا سواء كانت كبيرة أو حتى الصغيرة اللي ممكن نستهين فيها هي اللي ممكن تكون السبب في بناء حاجز يمنع عنا البركات ويحجب استجابة الدعاء. وهذه الفكرة يتكرر التأكيد عليها: صعوبات الحياة سواء في الرزق أو مع الأهل أو حتى في راحة البال غالباً ما تكون نتيجة مباشرة لهذا الحاجز اللي بنبنيه بإيدينا. طيب إذا كانت الذنوب هي القفل اللي سكر الأبواب، فإيش هو المفتاح؟ المفتاح هو عبادة معينة ولها الأولوية المطلقة. هذا المفتاح هو الاستغفار، لكن مو مجرد كلمة نقولها وبس. الاستغفار هو أداة، هو عملية تنظيف فعالة تخلي الواحد واعي بأخطائه ويشتغل بجد عشان يزيلها ويمهد الطريق من جديد لتدفق نعم الله وبركاته. وأقوى دليل على قوة هذا المفهوم ما يجي من كلام نظري، بل من تجارب حقيقية وقصص تحول يشاركها الناس بأنفسهم. خلونا نشوف قصة سيدة كانت تشعر أن ضايعة تماماً بالرغم من كل العبادات اللي كانت تسويها. حالتها قبل كانت صعبة جداً. تخيلوا معي الموقف: أرملة تربي أطفالها لحالها، غارقة في القلق والديون، ومع إنها راحت عمرة مرة ومرتين وثلاث كانت تحس بوجود حجاب بينها وبين ربها، كأن دعواتها ما توصل. وهذا خلاها تبدأ تسأل: ليش وضعي ما يتغير؟ كانت تسأل بياس: وين يروح كل هذا الدعاء؟ ليش في هذا الحاجز؟ لكن اللحظة اللي اكتشفت فيها إنه الذنوب ممكن تكون هي السبب، كل شيء تغير. قررت تلتزم بالاستغفار بشكل مستمر وبأعداد كبيرة جداً. والنتيجة؟ تحول عجيب. وصفت حالتها بعد بأنها انتقلت من قمة اليأس إلى قمة الطمأنينة. الحاجز هذا بدأ يختفي، والحلول لمشاكلها اللي كانت تشوفها مستحيلة بدأت تظهر من حيث لا تحتسب، وشعرت برحمة الله ولطفه في كل تفاصيل حياتها. وهذه مو قصة وحدة بس، سيدة تانية شاركت تجربتها، وكيف أن 14 سنة من المعاناة ورفض الأهل والاضطراب الداخلي كلها تلاشت لما أعطت الأولوية للاستغفار. وتغيير كان واضح لدرجة أنه الناس لاحظوا التغيير في مظهرها وبيتها وحياتها كلها. طيب، هذه القصص تخلينا نسأل سؤال مهم: إيش يعني بالضبط إن نعطي الأولوية للاستغفار؟ هل معناه نترك كل العبادات التانية؟ الجواب يكمن في فهم ترتيب الأولويات بشكل صحيح. الأستاذ محمد حجازي يستخدم تشبيه من حديث نبوي شريف عشان يوضح الفكرة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كان الجواب: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. النقطة المهمة هنا هي أن إعطاء الأولوية للأم ما يعني إهمال الأب، أكيد لا. الموضوع كله هو فهم الترتيب وفهم مين له الأولوية ومين يجي بعده. ونفس المنطق هذا ينطبق على العبادة، في أساس وفي بناء. الأساس الإلزامي والواجب هو ترك الذنوب والاستغفار منها، والبناء اللي يجي فوقه هو الأعمال التطوعية مثل الصلاة وقراءة القرآن وغيرها. إعطاء الأولوية للاستغفار ما يعني نترك النوافل، بل يعني نصلح الأساس أولاً عشان البناء يكون سليم ومقبول. وهذه المقولة تلخص كل شيء: إن فعالية كل العبادات الثانية وقبولها وثمارتها كلها تتعزز وتصير أفضل بكثير لما نعالج المشكلة الأساسية أولاً، وهي الذنوب. في النهاية الفكرة واضحة: الطريق من وقوف الحال إلى الانفراج يبدأ من داخلنا.
أول خطوة عشان نغير واقعنا الخارجي هي إن نواجه العوائق الداخلية بالاستغفار وتوبة الصادقة. والسؤال اللي يبقى مطروح لكل واحد فينا: يا ترى أي حاجز ممكن الاستغفار يزيله من حياتنا؟ شكراً لكم.